كثنائي عراقي سجل في كأس العالم. حديثه عن الشوط الأول اتفقنا عليه بأن المنتخب قدم شوط أول لكن لم يتمكن من الاستمرار بنفس الأهداف في الشوط الثاني. أكيد مثل ما أشدنا بالمنتخب العراقي بالشوط الأول وأداءه والضغط العالي على الفريق المنافس، أنت قاعد تلعب في بطولة عالمية، فرق على مستوى عالي، إمكانيات الفردية عند اللاعبين مستواها أعلى من حتى من المنتخبات اللي لعبت فيها معاها بالتصفيات. ولهذا أنت لازم تعرف تدير المباراة على 90 دقيقة. أنا ما راح ألعب المباراة 45 دقيقة الشوط الأول وبعدها أسلم المباراة. المدرب كان المفروض يعرف أنه بعض الأحيان المباراة تلعب على جزئيات، ممكن جزء بسيط 5 دقائق 10 دقائق أضغط بعدها أرجع الفريق، لأن أنا عندي لازم أوازن مجهود اللاعبين على مستوى طول المباراة. فالجهاد البدني اللي ظهر عليه المنتخب العراقي، الضغط العالي اللي ظهر عليه بالشوط الاول، هذا اثر عليه سلبيا في الشوط الثاني. شفنا اللاعبين ادائهم البدني تراجع بشكل كبير، يعني عمليه احتفاظ بالكره، حتى الكرات الطويله. يعني المنتخب النرويجي صار يلعب كره سهله، هو مرتاح، يعني مرتاح، لانه ما صار اكو نفس الضغط اللي صار عليه بالشوط الاول. وتبقى مع المجهود البدني وقله التركيز تبقى الجزئيات البسيطه اللي يتكلم عليها حتى كابتن ايمن، هي الامور العوامل الفرديه للاعبين. اكيد لما انت تجي بالكرات الهوائيه، عمليه الملازمه الفرديه، ما تمسك اللاعب بصوره صحيحه وتخليه يرتقي للهواء، الرقابه لصيغه هني دائما، الرقابه ضعيفه كانت. فهذه امور يعني جزئيات بسيطه فرديه للاعب، هذه مو جماعيه. ولهذا اكيد هاي تفوق بها المنتخب النرويجي. على المدرب او اللاعبين يتناسون هذه المباراه. حتى نكون منصفين، ما كان جدا سيء المنتخب العراقي، صح الخساره مؤلمه 4 أهداف، بس ما كان سيء بالدرجه اللي يستحق انه يخسر. شفنا الهدف الثاني وحتى الهدف الثالث والرابع، يعني قلنا من ملازمه فرديه واخطاء بالتوقيت. عليهم انه يتناسون هاي المباراه. بعد عنده مباراتين لازم يتعلم من هذه المباراه انه كيف اني ادافع واجزء مجهودي على كل ال 90 دقيقه في الشوطين، وان شاء الله يكونون افضل بالمباريات الاثنين القادمه. يعني باستثناء هذا الهدف الثاني للنرويج اللي جاء من خطا من حارس مرمى والدفاع، بقيه الاهداف الثلاثه كلها جاءت من كرات عرضيه. تحدثنا عن هذه الميزه، عن البنيه الجسمانيه، عن الاطوال الموجوده في المنتخب النرويجي قبل ان تبدا المباراه. صحيح، تكلمنا على العرضيات، تكلمنا على رييرسون، تكلمنا على فولف، وخاصة حضور هالاند يعني في البوكس. هذه تقريبا يعني على مستوى الاستحواذ، يعني اوديغارد او لاعبي وسط الميدان لديهم على تفنيات، لدي تحكم مميز، وهذم لاعبين ينشطون في اعلى الفرق، وكذلك متعودون على الاستحواذ. لكن قوة المنتخب النرويجي يعني على الأظهرة، العرضيات، ثم هالاند. عنده لاعبين جودة عالية في الكرة العرضية، وعنده طوال القامة، ولاعبين ممتازين بالرأس، هالاند، سورلوث، ونضيف نوسا، ونضيف بوب لما يدخل في الشوط الثاني. فأكيد على هذه المستويات عندهم لاعبين من أعلى طراز، يمكن من أحسن ما موجودين في البطولة العالمية. هذا ما يخلي المنتخب النرويجي. في هذه اللقطة بايش كان مع هالاند، وهالاند كان له دور كبير في فساح المجال، في فسح المجال. يعني كذلك يعني لاعبين يعني متعودين على الكرات الثابته حقيقه، يعني خطا في المحاصره. في مستوى هذا يعني بالبنيه الجسمانيه الموجوده في المنتخب النرويجي او دقه التسديد، صعب انك تدافع على المدافعين حقيقه. يعني كل الفرص تقريبا سجلت، ما عدا فرصه هالاند مره يعني الحارس تألق فيها. لكن على مستوى النجاعه منتخب عنده نجاعه كبيره، وارقام نتاعو تدل في التصفيات محمد. بس كنت احنا كنا معا في مباراه تونس والسويد، يمكن منتخب النرويج اعلى فنيا من منتخب السويد. منتخب تونس خسر ب5 أهداف، العراق ب4 أهداف، صحيح الفارق هدف، لكن منتخب العراق ظهر بشكل افضل، وصل مرمى، خاصه في اخر 10 دقائق من الشوط الاول كان يمكن ان يسجل هدف التعادل. صحيح، الشوط الاول المنتخب العراقي كان شوط محترم،
والفريق يعني على مستوى التكتيكي، على مستوى الروح، على مستوى يعني التطبيق كان مميز. لم نرى فروقات كبيرة بين المنتخبين في الشوط الأول. خطأ فردي في آخر الشوط خلى تقريبا المعنويات تنزل المنتخب العراقي. انا متاكد الهدف كان في فرصتين في نهايه الشوط الاول للعراق وكانت فرصتين. انا كنت متاكد لو الشوط الاول خرج يعني بالتعادل كنت نشوفوا صوره ثانيه للمنتخب العراقي، يعني الروح، المعنويات ترجع يعني لحجره ملابس مختلفه، يعني تاخذ تعليمات المدرب ممتاز جدا، المدرب لديه خبره، مدرب عارف ماذا يفعل معناتها ضد منافس محترم وقوي. هذاك علاش المنتخب التونسي كان سيء جدا، لانه ولا يعني روح ولا تطبيق ولا تكتيك ولا يعني ولا لاعبين كابتن، ولا لاعبين ولا مدرب. حقيقة أنا نتكلم يعني كل صدق، يعني نسخة سيئة جدا للمنتخب التونسي في تلك المباراة. لا مقارنة بالمنتخب العراقي. شوط أول في هوية، في عمل وفي سوء توفيق. حتى الشوط الثاني يعني كان المنتخب النرويجي يعني احسن، لكن المنتخب العراقي لم يكن سيء بالدرجه صحيح. اللي يعني لا اللاعبين حاولون، لكن الكواليتي يعني الفرديات عملت الفارق. وذكر ايمن في لقائه قال لك التفاصيل والجزئيات الصغيره صنعت فارق. صحيح. كابتن مبارك، ما هي الايجابيات التي يمكن ان تؤخذ من هذه المباراه للتعامل مع المباريات المقبله في هذه المجموعه مع فرنسا والسنغال؟ اكيد المباريات الجايه بتكون صعبه، اهم شيء ما تكون عندك اخطاء. هناك اللي شفناه اليوم اخطاء كثيره، يعني انت الشوط الاولاني 1-1 يعني الخطا اللي عمله جلال حسن في وقت جدا ما يحتاج الفريق هذا الخطا. يعني لو منتهت النتيجه 1-1 ممكن المنتخب العراقي يكون شكل ثاني في الشوط الثاني. الاخطاء في وسط الملعب كانت كثيره من اللاعبين، احتفاظهم بالكوره. بشوف محمد يختلف المنافس. النرويج دائما اعتماده على الكرات العاليه. انت بتلعب امام فرنسا يملك الحلول الفرديه عند سرعه ومهاره، منتخب مختلف طبعا، مختلف جدا. يعني لاعب مع لاعب هناك تكون مشاكل كثيره عند اللاعبين. هذه مباراه مختلفه. انت في هذه المباراه يجب انك تكسبها او تتعادل فيها، بس ما تفتح ملعبك بشكل اللي احنا شفناه. نعم النرويج انا قلت لك يلعب باقل مجهود، ترى النرويج المنتخب النرويج منتخب محترم جدا على حسب المنافس. فرنسا عندها يعني دكه الاحتياط اقوى من الاساسيين. الحلول الفرديه موجوده عند كل اللاعبين مميزين. يعني من الصعب انك تلعب لعب مفتوح، لازم تسكر ملعبك بشكل صحيح، الخطوط لازم تكون قريبه من بعض، تحاول تقلل من الاخطاء. اليوم شفنا اخطاء كثيره محمد، اخطاء كثيره، يعني اخطاء من الصعب انك انت تغطيها في مثل هذه المباريات. على ذكر الاخطاء دعونا نستمع لاحد مرتكبي هذه الاخطاء، جلال الحسن صاحب التجربه الطويله، متحدثا بعد نهايه المباراه. نتابع. استمعنا لجلال حسن يبدو راضيا عن اداء منتخب العراق في هذه المباراه، تحدث عن قوه المنتخب النرويجي وكان المنتخب العراقي كان ينتظر سيناريو صعبا في هذه المباراه خاصه امام هالاند. اكيد احنا كان عندنا ثقه يعني صراحه بالمنتخب العراقي انه يقدم مستوى جيد، بس تعرف احنا كرياضيين يمكن ما العاطفه عندنا ما نتعامل بالعاطفه دائما. ممكن انه نقيم الامور. الجمهور اكيد الجمهور العاطفه تكون اعلى من عنده، يريد الفوز في كل مباريات، يريد الفرحه دائما. احنا بس طبيعي ان يكون مشجع طموح اكيد لاكثر من سنه. احنا بعد ايضا طموحين انه بعد الاداء اللي شفناه بالمباريات واداء كثير من المنتخبات الاخرى في كاس العالم، خاصه منتخبات اسيا. هذه اول خساره منتخب اسيوي في كاس العالم، فلهذا احنا هم ايضا كنا طموحين. بس احنا نعرف الفوارق الفرديه وحتى على المستوى الجماعي للمنتخبات هذه. يعني انت قد ما تقدر تقاوم، لا اكو امور فرديه هذه صعبه للمدرب انه يقدر يتحكم بها. هذا اللاعب داخل ارضيه الملعب، يعني انت الملازمه الفرديه من المدرب يعطيك واجب انه عليك ان تمسك هذا اللاعب، واللاعب هذا
يحاورك ويروح. يعني شنو يقدر يسوي يعمل المدرب بهذه الحاله؟ مو بيده. فقلت لك انه الامور الفرديه البسيطه هي اللي اثرت بالمباراه. بالمجمل للامانه اللاعبين ما قصروا داخل ارضيه الملعب. المفروض الان خلص اتناسى المباراه. عندي مباراتين، مباراه مختلفه جدا جذريا عن المباراه النرويج. فريق عنده مدجج بالنجوم، فريق عند اللاعبين يصنعون الفارق من انصاف الفرص اكثر من المنتخب النرويجي. فريق تترك له المساحات وتدافع بنفس الاسلوب اللي دافعت به اليوم في الشوط الاول. لا راح تلقى مشاكل كثيره على خاصه في الناحيه الدفاعيه. فلهذا على المدرب، هو المدرب معروف قراءته للمباراه. انا يعني للامانه يعني متعجب شلون بدا بنفس الاسلوب اللي بدا به الشوط الاول. كان المفروض انه بدايه الشوط الثاني وخاصه المنتخب مستقبل هدف في اخر الدقائق، فرجع المعنويات، رجع الثقه في اول 15 دقائق، بعدين اقعد ابادر اتخذ قرار انه عمليه الضغط للامام في سبيل انه تسجيل هدف التعادل. بس انه ابدي الشوط الثاني بنفس الاسلوب والطريقه هذه، لا هذه اثرت على المنتخب العراقي. ما قدرنا نرجع، بدنيا تاثر علينا واستقبلنا بعد هدفين. ما قصروا اللاعبين، ان شاء الله يكونون افضل في المباراه القادمه. بس لازم يفكرون انه المنافس القادم اقوى بكثير، يمكن يكون مرشح الاول الفوز بكاس العالم، مرشح الفوز بكاس العالم. يعني مو من الفرق اللي تقول لك ممكن يكون الحصان الاسود او ممكن يوصل، لا هذا افضل في المباراه القادمه. بس لازم يفكرون انه المنافس القادم اقوى بكثير، يمكن يكون مرشح الاول الفوز بكاس العالم، مرشح الفوز بكاس العالم. يعني مو من الفرق اللي تقول لك ممكن يكون الحصان الاسود او ممكن يوصل، لا هذا عينه على اللقب. صحيح. فلهذا انا لازم عنده بالندور وعنده كيليان امبابي وعنده اوليسي. شخصيه شلون بعض الاحيان اشوف حاله لعب تتطلب مني انه اني اتراجع للخلف حتى احافظ على المنظومه هذه. مطلوب مني اغير حتى لو ما جاتني تعليمات. هذا لانه وصل مرحله احترافيه، قاعد يلعب كاس العالم. مفروض هذه الامور ايضا اللاعبين، فعلى اللاعبين التفكير بالمباراه القادمه. وان شاء الله نتمنى انه يظهرون بمستوى على مدار 90 دقيقه يكون افضل من الارقام ولا